يا صباح الفل، يلا بينا نعمل احلى بوريك زي بتاع الافران، طري جدا ومفرغ من جوه وطعمه حلو قوي. دي احلى طريقه ممكن تعملوا بيها البوريك. انا عملت من نص كيلو دي الكميه دي كلها، وطبعا لو صغرتوه عن كده هيعمل معاكم كميه اكبر. شكله وطعمه زي بتاع الافران وكمان احلى. هفتح لكم واحده دلوقتي تشوفوها من جوه مفرغه ازاي. كمان اختاروا نوع جبنه فيه يكون طعمها حلو عشان هتفرق قوي في طعمه. يعني الجبنه اللي بالفلفل دي احلى اختيار تعملوا بيها البوريك. شايفينه من جوه طري ومفرغ ازاي. اول حاجه عندي نص كيلو من الدقيق، يعني 3 كوبايات من كوبايات الشاي. وبعدين ضفت عليها معلقة كبيرة من الخميرة ونص معلقة صغيرة من الملح. وكمان ضفت معلقتين كبار من السكر. آخر حاجة ضفت معلقة صغيرة من صلصة الطماطم، بس بعدين لقيت العجينة محتاجة فزودت صلصة لحد ما بقى لونها أحمر شوية. أخدت معايا تقريبا 4 معالق من الصلصة. جبت علبة من الزبادي، حطيت عليها شوية مية مغلية عشان درجة حرارة الزبادي تكون مناسبة للخميرة الموجودة في العجينة. يعني ما ينفعش الزبادي تكون ساقعة وبعدين أحطها على الخميرة على طول، لازم تكون دافية شوية. هكمل عجن بمية دافية لحد ما العجينة تلم معايا. اخر حاجة هضيفها هي ربع كوباية من الزيت، يعني 4 معالق كبيرة من الزيت. الزيت بيفرق جدا في قوام العجينة وبيخليها طرية قوي. كمان لو لقيتوا العجينة فاتحة معاكم زودوا شوية صلصة، ولو لقيتوها سايلة معاكم زودوا شوية دقيق. دلوقتي بقى هغطي العجينة واسيبها تخمر ساعة. هقسم العجينة بتاعتي على كذا جزء عشان يبقى سهل عليا وانا بفرده. انا جبت الجزء ده وبدأت ان انا افرد العجينة بسمك يعني تقريبا رقيق شوية. وبعدين جبت القطاعة المدورة دي وهبدأ ان انا اقسم العجينة لدواير. هشيل بقى العجين الزايد وهبدأ اجهز الجبنة بتاعتي. انا استخدمت جبنة بالفلفل، بيبقى طعمها حلو قوي وكمان حامية وبتليق مع البوريك. حطيت كده حتة من الجبنة وهبدأ ان انا الف بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هاتني اول طرف من العجينة وبعدين هقفل الجوانب وبعدين الفها زي الباتيه او الكرواسون. طريقة لفها سهلة قوي، مهم ان احنا نتأكد من تقفيل الجوانب. وكمان اخر حتة مع العجينة لازم نتأكد ان احنا مقفلينها كويس عشان بعد كده لما تدخل الفرن ما تفتحش مننا. كده اول واحدة بقت جاهزة معايا، هكمل الباقي بنفس الطريقة. هجيب بقى الصينية اللي هتدخل الفرن وادهنها زيت او دقيق وابدأ ارص فيها البوريك اللي انا عملته. وهدهن الوش بتاع البوريك بصفار بيضة وشوية لبن ورشة من الفانيليا. واخر حاجة هحط رشة من حبة البركة.
كده البوريك بتاعي بقى جاهز. هدخله فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 رف وسط لحد ما يتحمر من تحت ومن فوق. هتسيبوه لحد ما ياخد لون من فوق من غير شوايه. هنا البوريك بتاعي بعد ما خرج من الفرن اخد لون حلو جدا من غير ما نستخدم الشوايه. انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسيش تشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه فيها، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو ده لو عجبك وحسيتي انك استفدتي. مع السلامه.